النهارده كان يوم الفطار الجماعي لينا في هلا ترافل. اليوم كان مميز شوية لأن احنا أول مرة نتجمع كلنا في الشركة من فترة كبيرة، خصوصا إن احنا كلنا من محافظات كتير مختلفة. احنا من المحلة ومن طنطا والمنصورة والقاهرة واسكندرية. بدأنا اليوم من بدري واشتغلنا كلنا من الشركة في اليوم ده، وبعد كده جه ميعاد الميتنج اللي هنعلن فيه عن جواز الشهر ده. كل الناس كانت منتظرة الميتنج بفارغ الصبر عشان يعرفوا مين اللي كسب الجوائز بتاعتنا الشهر ده. اكتر شخص بيجتهد، اكتر شخص بيسعى في الاول وفي الاخر. شيماء كسبت جائزة الموظف المثالي لشهر مارس في أول شهر شغل ليها. الموظف المثالي هو شيماء. وهي تستحقها بصراحة لأنها كانت من أكتر الناس المجتهدة. وهشام كسب جائزة التوب سيلر لتاني شهر على التوالي، توب سيلر هشام. وده مش بيحصل كتير عندنا لأن كل شهر بيكون في منافسة كبيرة جدا بين كل فريق السيلز. وأكبر جائزة كانت لمحمد علاء اللي كسب رحلة لشرم الشيخ شاملة الإقامة والانتقالات وكل الأنشطة، والجائزة دي احنا بنعملها بشكل دوري للتوب سيلر على مدار 5 شهور تقريبا. ومحمد كسبها بفرق بسيط جدا عن محمد العايدي، وطبعا السعادة كانت باينة جدا على وشه لأنه بصراحة كان بيحارب عليها بقاله كتير. خلصنا الميتنج بسرعة عشان المغرب كان خلاص هيأذن، وفطرنا كلنا مع بعض في الشركة. وبعد كده رحنا وصلينا التراويح مع بعض، وختمنا اليوم زي ما بنعمل كل يوم خميس. لعبنا كورة مع بعض وقسمنا نفسنا ل4 فرق، واللعب كان حماسي شويتين 3. معانا انت كده، بس انت ان شاء الله رجلك طويله الحق. انت عارف الهدف الرابع من كرة ثابتة. يا مجنونة كرة القدم. وكالعادة الفريق الكسبان هو كان أكتر فريق متعاون، وتصورنا كلنا مع بعض وختمنا اليوم، وكان من أحلى الأيام اللي عدت علينا في الشركة.